مفيش جواب جاني واديني مستني، واللي بيهواني في البعد شاغلني. مفيش جواب جاني. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة خاصة من هاري ولادته وعجن الخميس. إن شاء الله الحلقة دي هتندرج تحت ملف تحطيم الأساطير. كل كم مرة كده هحطم أسطورة urban legend، أسطورة حديثة صنعتها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا للأسف دلوقتي بتصنع أساطير غير حقيقية عن تاريخنا في مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي، خاصة في مصر، سواء عن تاريخنا الفني، عن تاريخنا التاريخ القديم، التاريخ الحديث، الكلام ده كله. يعني بحاول ان الواحد يعرف ايه الحقيقة فيه. في الفترة الأخرانية أنا لقيت ان الموضوع ده انتشر جدا على اليوتيوب، وفي قنوات متخصصة في الموضوع ده بان هي بتصنع أكاذيب. الأساطير دي للأسف بقت بتدخل دخل قنوات اليوتيوب والتيك توك، ولا عزاء لأبطالها من الراحلين من المشاهير اللي بيدفعوا ثمن الشهرة بتاعتهم حتى هذه اللحظة. هي مجرد محاولة لوضع الأمور كما يكون، أو إن هي الواحد يصلح شوية معلومات. ومفيش أحسن إني أبتدي السلسلة دي غير بتحطيم أسطورة أميرة أمير، أو السيدة أو الفنانة التي تزوجت ابنها بالخطأ. أيوة، أنا أول مرة أعرف قصة أو أسطورة أميرة أمير كان عن طريق موقع صدى البلد، كالعادة صدى البلد، والعنوان كان من هي الفنانة التي تزوجت ابنها. فتحت ولقيت تفاصيل ولا فيلم هندي، وهي بتحكي قصة الممثلة المصرية أميرة أمير اللي اشتهرت في الأربعينات وبدايات الخمسينات. هو الحق يقال أنا مش فاكرة لها ولا فيلم ولا عمل أصلا، ومش يعني كانت من الأسامي مين أميرة أمير أنا مش فاكرة. وأنا يعني تقريبا متربية على الأفلام الأبيض وأسود في التلفزيون المصري وART ومجموعة أفلام فيوتشر تي في، وكمان طبعا عندنا روتانا. الاسم مش معروف بالنسبة لي، يعني أنا أعرف الأسامي زي محمد أمين، بيبة عز الدين، الأسامي دي كلها، عزيزة أمير، الشلة دي كلها، حتى محمد كريم الله يرحمه المخرج يعني عارفة أفلامه، بس الاسم دوت ممسكش في دماغي. طب إيه الموضوع؟ المهم قريت القصة وكانت أغرب من أن تصدق. يعني أي حد عنده عقل مش هيصدقها، بس نقول إيه؟ يلا. طب إيه هي القصة؟ إيه اللي مكتوب في القصة؟ وإزاي أميرة أمير تزوجت ابنها؟ أحكي لكم الأول عشان يحلى الكلام. كل من له نبي يصلي عليه صلى وسلم رسول الكريم. ولدت سعدية عبد الرحمن أبو العيلة في 17 يناير 1920 في محافظة الشرقية. الأب يعمل جزار، وفي يوم من الأيام حصلت خناقة بين والد سعدية الجزار ومفتش الصحة، حيث كان الجزار بيخالف الأسعار البيع القانونية. المهم الخناقة انتهت بأن الأب قتل مفتش الصحة بالساطور. أول جريمة اهو. أبو سعدية اتحكم عليه بالمؤبد وتوفي خلال فترة سجن. دي أول حاجة. سعدية كانت عيشة صعبة جدا. هي كان عندها 16 سنة طبقا للقصة دي، واشتغلت خياطة عشان تصرف على نفسها وأهلها. ولشدة جمالها عمدة قريتها تقدم للزواج منها، وعلى الرغم من فرق السن تزوجوا وأنجبت طفل منه اسمه خالد. بعد سنوات وبسبب إدمان الزوج اللي هو العمدة الخمر، سعدية هربت وسابته هو وابنها خالد. طبعا ما نسألش طب عيلتها راحت فين، الله أعلم. بعد ما هربت سعدية العمدة اكتئاب حاد وانتحر، والطفل خالد عمته تبنته. طب فين عيلة أم سعدية، أخو سعدية، الله أعلم. وبعدين أنا عايزة أقول حاجة، هو العمدة إزاي هيكمل في منصبه وهو مدمن خمرة؟ سعدية عبد الرحمن وصلت القاهرة الصاخبة تبحث عن عمل، ووجدت إعلان يطلب وجوه جديدة للتمثيل في فيلم اسمه ابنتي، وعلى الفور راحت وأخذت الدور نظرا لجمالها الصارخ.
الفيلم كان من إنتاج وبطولة الفنانة الشهيرة عزيزة أمير، اللي تبنت سعدية فنية واسمتها أميرة أمير. ومن هنا بدأت حياة الفنانة أميرة أمير في القاهرة. بعد كام سنة قابلت المخرج كمال سليم وحبوا بعض وتزوجوا بعد عدة سنوات. طب هي مش على ذمة راجل، أو هي عرفت إن هو مات، طب ما اطمنتش على ابنها. nobody speaks about that. طب أنا هسأل سؤال، بعد ما اشتهرت صورها ما ظهرتش في الجرايد وعيلة سعدية عرفوا إن بنتهم بقت مشهورة، برضه مش هسأل ده. يلا. أميرة أمير قابلت المخرج كمال سليم وحدث بينهم قصة حب وتزوجها بعد عدة سنوات. توفي كمال سليم وتابعت هي أعمالها الفنية إلى أن تزوجت زوجها الراحل محمد عبد الجواد، لكن سرعان ما حدث طلاق وتزوجت مغني فلسطيني أردني اسمه غرام شيمة. وأنجبت أميرة أمير من زوجها المغني الفلسطيني الأردني بنتها عصماء، لكن بعد فترة من الزواج اختلفوا وانفصلت عنه وتركت له ابنتها لتتزوج مرة أخرى من رجل أرمني كان عايش في مصر. اختلفوا أيضا بس بسبب عمله في أمريكا ورفضها السفر معاه إليها، وانتهى الأمر بالطلاق. وتزوجت أميرة أمير بعد ذلك من ضابط بالجيش المصري اسمه إبراهيم فايز صبري، وأنجبت منه ولدين هم أمير وبهاء، وانفصلت عنه بعد 6 سنوات لتقرر بعدها الهجرة لأمريكا وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها. طب كانت ترجع للرجل الأرمني؟ الله أعلم. على فكرة أنا بقرأ لكم من مقالة صدى البلد. هاجرت الفنانة الراحلة أميرة أمير إلى أمريكا وعملت كراقصة في مسارح برودواي، وهناك قابلت شاب يهودي تعرفت عليه وحدث بينهم قصة حب وطلب منها الزواج. وعلى الرغم من الهجوم الكبير الذي تعرضت له من السفارة المصرية والشعب المصري إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط وتزوجت منه وحصلت على الجنسية الأمريكية. يعني أنا ما شفتش في الأرشيف الصحفي المصري أي كلام عن هجوم على أميرة أمير إن هي يعني جوزت يهودي or whatever، إن حصل هجوم من الصحافة المصرية. أصلا الست أساسا أنا مش فاقية، أنا بالفعل أنا ما كنتش عارفة مين هي غير من المقالة دي، ولا حد يفتكرها وما فيش أي ذكر ليها. يعني معلش الناس اللي وصلوا لميمو رمسيس وعيلة رمسيس جابوا اللي هم الناس المجهولة دي عرفوا يوصلوا لهم، لكن ما حدش طلع. لو كانت القصة دي حصلت اوريدي كانت ممكن تطلع. يعني احنا وصلنا لموضوع مثلا النقاش اللي كان حاصل على رأي إبراهيم لما هجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكانت شغالة في الأمم المتحدة، واللغط حوالين whether she was working سواء إن هي كانت شغالة كمترجمة لدولة إسرائيل أو إن هي مش شغالة لدولة إسرائيل، ودورها في موضوع مقتل الراحلة الله يرحمها الدكتورة سميرة موسى. يعني كل ده، لكن ما حدش عمره جاب سيرة أميرة أمير في الأرشيف الصحفي وطلع لنا خبر واحد بيقول إن الشعب المصري كان بيشتمها وإن السفارة المصرية في واشنطن كانت مهتمة هي بتحبب إيه في نيويورك. هو يعني أنتوا بتتكلموا جد؟ يعني مش عارفة. ولاحظت معلش أنا أسفة بس أنا بصوا أصل الموضوع فارسني قوي، يعني والله فيلم هندي بطريقة سخيفة. بعدين ولاحظت الراحلة أميرة أمير إن زوجها اليهودي يتحدث اللغة العربية بطلاقة في بعض الأحيان، وعندما سألته عن الأمر حكى لها قصته بأنه شاب مصري الأصل وتعرف على فتاة يهودية وحبها وهاجر معها إلى إسرائيل وغير ديانته إلى اليهودية حتى يتمكن من الزواج بمحبوبته وحصل على الجنسية الإسرائيلية مقابل التنازل عن المصرية ثم جاء إلى أمريكا. طب ثانية واحدة، احنا هنا بنتكلم إن هو مصري، المفروض إنه هو قابل أميرة وهي supposedly إن هو مسلم. طب ما يتجوزوا عادي كمسلمين يعني whatever، يعني هو كده خلاص بقى. وبعدين هو ما بيتكلمش معاها ليه بالعربي يعني من الأول؟ أثرت قصة الشاب فضول أميرة أمير لمعرفة تفاصيل أكتر عن أصله المصري، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته السابقة وأين كان يعيش في مصر، ليخبرها أنه ولد في محافظة الشرقية، التي تكتشف أنه تربى في نفس المكان التي تزوجت فيه. دان دان دا.
سألت أميرة أمير زوجها عن عائلته ووالده ليخبرها باسم والده، وأنه تزوج من أمه التي كانت جميلة وأصغر منه في السن، لكنها توفيت وكان اسمها سعدية، فأصيبت بذهول كبير وسألته: هل اسمك الحقيقي هو خالد؟ تفاجأ خالد من معرفتها اسمه الحقيقي، وأجابها بأنه اسمه الحقيقي بالفعل، لتسقط سعدية عبد الرحمن الشهيرة بأميرة أمير في غيبوبة متأثرة بصدمتها، وتم نقلها على الفور للمستشفى. وعندما استفاقت من غيبوبتها في في مستشفى الأمريكان أخبرته أنها أمه. والله العظيم ده. اتصل خالد على الفور بعمته اللي هو مفروض بالترانك، مش يعني هيروح لسه هيعمل ترانك، هيتصل فورا بازاي ما كانش فيه اي ان تي كانتش موجوده زمان. اتصل خالد على الفور بعمته التي اخبرته الحقيقه بان والدته لم تتوفى وانها فنانه شهيره اسمها اميره امير. وصادق خالد بن أن تأكد من حقيقة زواجه من والدته، وعلى الفور دون تفكير انتحر ملقيا نفسه أمام سيارة كانت تسير في الشارع، ليتوفى الابن ووالدته في نفس اللحظة. يعني too much دراما يعني هي دراما اقوى من اي حاجه مثلتها الله يرحمها اميره امير، يعني ده فور شور، يعني ده اكيد. لا يعني عايزه اقول ايه الفتش ده ايه الفتش ده بالفعل، وايه الدراما، ايه الدراما دي طب انا عايزه اقول حاجه، الاديتور او اللي ماسك الديسك في صدى البلد ما لاحظش ان دي حاجه غريبه؟ طبعا هو بيجي لهم هيتس بالهبل، انا عارفه this is what، يعني هذا هو ما يباع ويشترى بالفعل، المحتوى الفضوحي الفضايح الجنوني. دي مدرسه عظيمه عالميه، ويعني كان من ارسى، يعني من جعلها في مصر من ثوابت الصحافة كان الله يرحمه مصطفى أمير، لما بكلمته الشهيرة: الخبر مش إن كلب عض راجل ولكن رجل عض كلب كده. دلوقتي كان في سؤال عندي: لماذا تم اختيار الفنانة أميرة أمير لتكون بطلة لهذه النسخة الحديثة الممصرة السريالية من التراجيديا الإغريقية الشهيرة أديب؟ والسبب طلع بمنتهى البساطة إن السيدة أميرة أمير هي والدة الزوج الأسبق للممثلة المصرية المشهورة نيلي كريم. زوج نيلي كريم الأسبق هو مهندس الديكور ورجل الأعمال بهاء فايز، هو ابن الفنانة الراحلة أميرة أمير من زوجها فايز صبري. وعلى الرغم أن نيلي كريم كانت مطلقة من زوجها عندما أصبحت نجم من نجمات الصف الأول في مصر في آخر 10 سنين، لم يمنع هذا محبي ومدمني الهيتس واللايكس في استغلال هذه العلاقة لجذب المشاهدات والقراءات. وبالفعل كانت البداية اقرأ يا جدع ازاي حماة نيلي كريم اتجوزت ابنها. ودلوقتي هناخد بريك مش إعلاني، هو تاريخي وثقافي، بما اني انا بستغل هنا اسم أديب كل دقيقتين. من هو أديب؟ أديب هي من تراجيديا إغريقية، هي من أساطير ومسرحيات الحضارة اليونانية، وبتدور حول الملك الذي تخلص من ابنه الرضيع بعد أن علم نبوءة من الأوريكل، أو أنا مش عارفة الأوريكل ترجمتها إيه بالعربي، هل هي نبية المعبد أو إيه، يعني أنا مش لاقيه لها اسم، أو عرافة المعبد في المدينة بتاعته في المعابد الإغريقية القديمة، اللي تنبأت له إن ذلك الرضيع سيقتله وسوف يتزوج والدته. فما كان أن قام الملك بالتخلص من ابنه وحدفه في البحر، وتشاء الأقدار ويكون آلهة الإغريق لهم سيناريو تاني، ويتم إنقاذ الطفل الرضيع وتبنيه من قبل ملك وملكة في جزيرة أخرى. الولد بيكبر وبيبقى قائد جيش، ويعني بتمر السنين وبيبقى في خناقات وحروب بينه وبين المملكة بتاعت والده الحقيقي، والده البيولوجي، بيقتل والده البيولوجي من غير ما يعرف،
ويتزوج زوجة ذلك الملك التي هي والدته، وبعد كده هو بيكتشف الحقيقة. على فكرة هي فيها كذا نهاية، أظن كانت نهاية سوفوكليس إن الأم هتنتحر وهو هينتحر، بس تقريبا الآلهة الإغريق هيدوله فرصة تانية علشان هو ما كانش له ذنب في اللي حصل. وكان الغرض من القصة اليونانية أو الأسطورة اليونانية اللي كان أقدم ذكر ليها كان في الإلياذة أظن من تأليف هومر، هو إنك لا تستطيع الهروب من القدر. وزي ما بنقول في مصر اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. هي دي قصة ودي، وينتهي الفاصل بتاعنا. ودلوقتي هنروح نعرف القصة الحقيقية لأميرة أمير أو سعدية أبو العلا عبد الرحمن. أيوة، اسمها الحقيقي هو سعدية أبو العلا عبد الرحمن، مش سعدية عبد الرحمن أبو العلا. سعدية اتولدت بالفعل في القاهرة في سنة 1920 لوالد يعمل جزار. بالفعل زي ما قلت هي مواليد القاهرة مش الشرقية. الوالد كان جزار في القاهرة، أنا معرفش هل هو كان ليه جذور ريفية في الشرقية أو لأ. سعدية كانت الكبيرة من 9 أطفال ما شاء الله. اتربت في مصر الجديدة. وعلى فكرة أيوة، والد سعدية تم القبض عليه والحكم عليه بالسجن بسبب ضرب أفضل الموت. أيوة، يعني هو قتل خطأ، بس هو طلع بعدها ما ماتش في السجن. ما فيش أي تفاصيل قوي عن حياة سعدية قبل دخولها السينما، بس يعني بصراحة أنا استغليت الحتة بتاعت الاستقصاء الصحفي والديدكشن بتاع المعلومات من أشهر مصدر للمعلومات في مصر وأقدمهم، وهو نعي الأهرام. طبقا لنعي السيدة سعدية عبد الرحمن الشهيرة بالفنانة أميرة أمير، إن هي كان ليها طفلة قبل ما تكون ممثلة. ما فيش معلومات كتيرة غير إن الطفلة دي اسمها النجوان. فأظن إن هي قبل ما تخش السينما كانت متزوجة، ويبدو إن هو حصل طلاق أو حاجة الله أعلم. كل المصادر الصحفية والسينمائية التاريخية بتقول إن بداية سعدية في السينما المصرية كانت عام 1944 لما كان عندها 24 سنة، وتم اكتشافها على يد المخرج المشهور نيازي مصطفى، وظهورها في فيلم ابنتي اللي قامت ببطولته النجمة في ذلك الوقت الرائدة في السينما والمسرح عزيزة أمير، اللي بالفعل تبنت سعدية فنيا وأعطتها اسمها وأصبحت أميرة أمير. وهنا كانت أول إشاعة بتواجه أميرة أمير إن الإعلام أو الصحافة المصرية في ذلك الوقت في سنة 44 قالت إن أميرة أمير هي بنت عزيزة أمير، بس لا، هي ما كانتش بنتها بيولوجية يعني. في نفس العام سنة 1940 أميرة أمير ظهرت في دور صغير في فيلم حنان بطولة المطربة فتحية أحمد وتحية كاريوكا وإبراهيم حمودة، من تأليف بديع خيري وإخراج المخرج المصري الرائد المهم كمال سليم. كمال سليم على الرغم من عمره القصير إلا أنه من المخرجين الرواد بمعنى الكلمة، سواء على المستوى المصري، على المستوى العربي، على المستوى الأفريقي، وكمان على المستوى الشرق أوسطي. أيوة، الشرق أوسطي. ويكفي أن فيلمه الثاني العزيمة الذي عرض سنة 1939 هو من أهم أفلام السينما المصرية الواقعية، إن ما كانش هو الفيلم الواقعي نمرة 1. في ناس بتعتبره already يعني الفيلم نمرة 1 في أهم 10 أفلام مصرية في تاريخ السينما المصرية. هو بالفعل تم اختياره سنة 1996 كفيلم في المركز الأول في قائمة أفضل 100 فيلم مصري من النقاد في ذاكرة السينما المصرية. أنا فاكرة أن تم اختياره. فيلم العزيمة دوت كان حاجة لما نزل وقف الدنيا على رجل، إن هو الأول مرة بيطلع على الشاشة السينمائية في مصر فيلم واقعي عن حارة مصرية. كمال سليم للأسف ما استمرش في سكة الأفلام دي، اضطر إن هو يرجع كالعادة لما يريده الجمهور ويعمل أفلام غنائية زي الفيلم بتاع حنان اللي ظهرت فيه أميرة أمير كوجه جديد تحت إخراج كمال سليم. كمال سليم تعرف على أميرة وحبها وتزوجوا، لكن كان جواز
قصير جدا لأنه توفى بعدها بشهور في سنة 1945. من بعد وفاة كمال سليم استمر عمل أميرة أمير في السينما، يعني ما كانتش فترة حداد طويلة، لأن في عام 1946 اشتركت أميرة أمير في فيلم غنائي كوميدي اسمه الكل يغني، بطولة كاميليا والنجاة علي المطربة المشهورة وقتها، واسماعيل ياسين، والمطربان اللبنانيين محمد سلمان وغرام شيبة. وعلى فكرة الفيلم الغير معروف ده شهد لأول مرة الظهور الفني للطفلة نجاة حسني اللي اتسمت وقتها نجاة الصغيرة. دي بقى الحاجات الحلوة اللي أنا بحبها في التاريخ، وخاصة التاريخ الفني والسينمائي، الظهور المفاجئ للنجوم جوه أفلام نجوم تانيين. طبعا هي معروفة إن نجاة الصغيرة أو نجاة حسني اتسمت نجاة الصغيرة لأن كان في نجاة علي اللي هي نجاة الكبيرة، وتشاء الأقدار إن نجاة الصغيرة تكون هي الأشهر عن نجاة علي الله يرحمها وربنا يديها الصحة نجاة الصغيرة. في الوقت دوت كان في مطربين لبنانيين كتير ابتدوا يجوا من لبنان ويشتركوا في الأفلام المصرية، أولهم وأشهرهم كان محمد سلمان. المطرب اللبناني غرام شيبة أو أندريا شيبة اللي كان معروف في فلسطين والأردن في تلك الفترة علشان كانت أغانيه دايما بتذاع في المحطات الأردنية والفلسطينية، لذلك حدث خلط بين جنسيته اللبنانية مع الأردنية الفلسطينية. على فكرة هي الأغنية اللي في المقدمة هي من غناء غرام شيبة واسمها ما فيش جواب جاني. تزوجت أميرة أمير من غرام شيبة وأنجبت طفلة اسمها عصماء، لكن لم يستمر الزواج حيث أراد المطرب اللبناني غرام شيبة أن يهاجر للأرجنتين، في حين أن أميرة أمير رفضت لأن هي كانت مش عايزة تسيب أسرتها في مصر أو في القاهرة، وحدث الطلاق بالفعل وهاجر شيبة للأرجنتين تاركا أميرة أمير في مصر. وأنا بحاول أعمل التايم لاين الحقيقي بتاع مشوار الفني للفنانة أميرة أمير الله يرحمها. كان في جاب من سنة 1947 ل 53، ممكن تكون دي الفترة اللي هي تزوجت فيها غرام شيبة وخلفت بنتها عصماء، ويا ترى أقعد في لبنان ولا أقعد في مصر ولا سافر معها في الأرجنتين، الله أعلم. بس المهم إن هي رجعت في السينما في عام 1953 لسنة 1955، وبعد كده سافرت الولايات المتحدة الأمريكية لتعمل في أحد قنوات التلفزيون الأمريكية طبقا لأسرتها. الصراحة أنا ما لقيتش أي مصدر أمريكاني أو أي معلومات في الأرشيف الأمريكي العربي، لأن على فكرة في دلوقتي سجلات لتاريخ العرب في أمريكا أو اللي هم الإعلاميين العرب اللي راحوا أمريكا في الخمسينات وكده، ما لقيتش معلومات. المهم في تلك الأثناء اتعرفت على صحفي مصري أمريكي اسمه مدحت خلفة، وتزوجوا لفترة، لكن الزيجة لم تستمر لفترة طويلة بسبب ارتباط أميرة بأسرتها بالقاهرة. وعادت أميرة أمير أو سعدية بعد طلاقها من مدحت خلفة للقاهرة في أواخر الخمسينات أو الستينات، وعادت للسينما في دور صغير في فيلم اسمه تحت الشمس، كان بطولة إيمان وناهد الشريف وكمال الشناوي، وممثلة كانت ليها أدوار صغيرة بس كانت مشهورة وقتها اسمها شيرين. على فكرة كمال الشناوي يعتبر من أصدقاء أميرة أمير الله يرحمهم. كمال الشناوي وأميرة أمير مثلوا فيلم في سنة 1953 اسمه دكتور بالعافية، هو كوميديا من مستوحاة من مسرحية من مسرحيات موليير، وكان إخراج المخرج يوسف معلوف سوري الأصل مصري الجنسية. الفيلم دوت المثير إنه هو كان بالألوان الطبيعية، من الأفلام اللي هي بدايات الألوان الطبيعية التكنيكالر في السينما المصرية، وكمان كان إنتاج مصري مغربي مشترك، وكان في ممثلين مغربيين مشهورين في المغرب. للأسف ما فيش نسخة من الفيلم ده متاحة لينا في مصر، أنا مش عارفة موجود حاليا في المغرب أو لا، أتمنى إن هم يكون عندهم نسخة.
وفاست فورورد تاني من سنة 1953 للستينات، حيث أميرة أمير انتقلت من كونها ممثلة سينمائية إلى مذيعة تلفزيونية طبقا لأسرتها. طبقا لكلام عيلتها، هي كانت من مذيعات الجيل الأول في التلفزيون المصري بعد افتتاحه سنة 1960. خلوا بالكم هم كانوا قالوا إن هي اشتغلت فترة في قناة تلفزيونية في أمريكا، فممكن يكون إن هي اكتسبت خبرة ما هناك. وكانت من مقدمي البرامج الشهيرة، يعني يقال طبقا لبنت أبنائها إن هي قدمت البيانو الأبيض قبل شاعر الغنائي المعروف حسين السيد. ده كان برنامج غنائي، كان مذيع كده بيستضيف مطربين وكده، كان جميل جدا. بس أنا شفته لما التلفزيون المصري عمل للقناة ماسبيرو زمان أول بث ليها، اللي هي أول بعد 50 سنة قبل 2010، وكانت عرض فيه حلقة من البيانو الأبيض، بس كان من تقديم حسين السيد الله يرحمه. وكمان بيقولوا إن هي قدمت برامج حوارية. في نفس الوقت هي ابتدت يبقى عندها بيزنس إلى جانب عملها في التلفزيون المصري، وفتحت محل ملابس للسيدات اسمه ميس ايجيبت في شارع طلعت حرب. كل ده على فكرة هي كان اسمها عادي في الجرايد بينزل، وما كانش فيه أي مشاكل، وما كانش فيه جوزت واحد يهودي والسفارة المصرية قالت لها انتي بتعملي ايه يا مجرمة، والإعلام المصري بيهاجمها، يعني مفيش خالص الكلام ده. على الرغم ان هي كانت ابتدت ترجع للإعلام والأضواء وكده، إلا أن أميرة أمير تركت الأضواء مرة أخرى والشهرة مرة أخرى بعد زواجها من المقدم أركان حرب سابقا إبراهيم فايز صبري. أميرة أمير خلفت من صبري طفلين، أميرة وبهاء. وفي عام 1968 أميرة أمير وزوجها قاموا بزيارة بنتها عصماء في بيروت، حيث كانت بتعيش وتعمل كمضيفة في الخطوط الجوية الأردنية. للأسف وقت الزيارة أصيبت أميرة بالتهاب رئوي حاد، وانتقلت على إثره إلى المستشفى حيث توفيت، وكانت يعني عمرها 48 سنة فقط الله يرحمها. دفنت أميرة الله يرحمها في مدافن العائلة بالقاهرة. طبقا لنعيها والدها أبو العلا عبد الرحمن كان حي يرزق لما بنته توفت. ودي نهاية أميرة أمير الحقيقية، ودي قصة حياتها الحقيقية الله يرحمها. هي كانت قصة حياة أنا شايفة هي كانت مليانة أحداث، وكانت بس الله يرحمها هي في سن 48 تركت أطفال كانوا يعني لسه ما دخلوش حضانة، حتى تودلرز زي ما بيقولوا بالإنجليزي. ابنة أميرة عصماء شيبة أصبحت إعلامية، وكانت من ضمن فريق عمل إذاعة BBC العربي. كما ذكرت ابنها بهاء فايز أصبح من أشهر مهندسي الديكور في مصر، وحاليا هو بيمتلك اللي هو الهوم مول اللي موجود في مول اوف اريبيا. وطبعا زوجته الأولى السابقة كانت الفنانة نيلي كريم، ويعني هي تبقى جدة أبناء نيلي كريم ويوسف. وزي ما ذكرت تم استدعاء أميرة أمير من غياهب ذاكرة السينما المصرية للأسف عندما أصبحت نيلي كريم نجمة. والصراحة يعني أنا حاسة يعني أنا مش عارفة دوت عقاب أو إيه إن هي ست تذكر بهذه الطريقة، يعني أنا مش عارفة يعني هل هي تعاقب علشان يعني ابنها تزوج أو زوجته الأولى كانت نيلي كريم، اللي هي أساسا هي ما شافتش ابنها وهو كبير ولا شافت نيلي كريم. فأنا مش فاهمة ليه في بعد عقود أكتر من 60 سنة بيتم استدعائها بتلك الطريقة القذرة. بصراحة هي طريقة قذرة ما فيش أي وصف تاني تتوصف. على العموم طبقا لأسرتها السيدة عصماء شيبة لم تسكت على ما حدث، وحاولت هي وأختها الأصغر أميرة إن هم يدوروا. لما الموضوع انتشر واتفاجئوا عيلتها وأحفادها بوجود قصص إن والدتهم تزوجت ابنها وماتت في أمريكا وجوزت واحد يهودي وحاجة أوفر قوي، قصة مجنونة بمعنى مجنونة. المهم اكتشفوا إن أصل القصة هو كان أكاونت يوتيوب اسمه إيه بقى؟ طفل حب. يعني تخيل اسم حاجة زبالة، طفل حب، حاجة يعني لزجة. القناة دي قناة فضايح وأكاذيب
حاليا لو عملت سيرش على اسمها هيعمل لك ريدايركت او يعني بيوديك لقناة تانية اسمها شيخ الحارة الصعيدي، وبرضو فضايح وأكاذيب عن مشاهير الفن ومشاهير الدنيا كلهم. يعني مثلا انت عندك عناوين من نوع ايه لقيتها في القناة دي؟ وفاة الأمير ويليام ابن ديانا. القناة شيخ الحارة الصعيدي دي عليها أكتر من 4 مليون مشترك. صراحة أنا عرفته إن قناة طيف الحب دي في أمر قبض على صاحبها بعد أن قامت الفنانة وفاء عامر بتقديم بلاغ ضده، حيث أذاع فيديو بيدعي إن وفاء عامر هي الأم الحقيقية لأيتن عامر. أيتن عامر أختها. فأنا مش عارفة يعني إيه السفالة وقلة الأدب إن هي توصل للمرحلة دي. بس أنا شاكة إن شيخ الحارة الصعيدي هي قناة طيف الحب، بس تم تغيير الاكتيفيتي بتاعها او اللي حصل ريبراندنج ليها. هي تقريبا شيخ الحارة الصعيدي برضو بيحكي قصص زي ما انا قلت، وفاة الامير ويليام هو الحي يرزق والحمد لله. بس مثلا يعني شيخ الحارة الصعيدي ده لقيت فيديو تاني بيقولك ان وفاة راقصة الباليه ماجدة صالح الزوجة السرية الاولى لعمر خورشيد. يعني انا مش عارفة، الله يرحمها، ماجدة صالح لم تتزوج عمر خورشيد ولم تكن اصلا يعني حتى من ضمن اللي هي كانت الاشاعات اللي كانت بتطلع. يعني عمر خورشيد اوكي اوريدي اي نو ان هو كان عليه اشاعات، كان متعدد العلاقات يعني معروف، بس لم يرد اسم السيدة ماجدة صالح الله يرحمها. هي كانت صديقة لعمر خورشيد وكان مثلوا مع بعض فيلم، بس كانت صداقة عادية، ما كانتش زواج سري ومش زواج سري، وتاريخ الاتنين موجود. يجوزها سرا ليه؟ يعني انا مش فاهمه، او الموضوع يبقى سري ليه يعني؟ الله اعلم يعني. بس اهو تاريخ الاتنين موجودين. شيخ الحارة الصعيدي بيعتمد انه هو بينزل قصص فضايح بالطريقه ديت، اكاذيب لمحبيه ومتابعيه، وبيقولها بلكنه الصعيدي. بس هي طبعا لكنه صعيدي كوميديه. بصراحه هو مش صعيدي، لان انا عارفه ان الصعايده الحقيقيين مش هيجيبوا سيره ناس بالطريقه دي. الرجاله الصعيدي بجد هيستحرموا ان هم يتكلموا في سيره ناس متوفيه، سيدات متوفيات بالطريقه القذره دي. هو الموضوع معصبني جدا. عائلة أميرة أمير حاولت التواصل مع السلطات المصرية، وحاولوا يتصلوا بالأشرف زكي لمحاولة رفع الفيديوهات، بس الصراحة ده شيء صعب في العصر بتاعنا. هنقول إيه؟ قصة أميرة أمير الوهمية مع ابنها الوهمي اليهودي المصري الإسرائيلي الأمريكاني مش موجودة على قناة شيخ الحارة الصعيدي حاليا، لكن هي موجودة من المحيط للخليج لتيك توك لمواقع زي صدى البلد. زي ما انا قلت لكم صدى البلد اجمل حاجه انا اكتشفت ان هو لازالوا محتفظين بالنسخه الكذب والنسخه الحقيقيه لقصه اميره امير. يعني انا مش عارفه يعني للدرجه دي انتوا هتموتوا على الهيتس؟ يعني انا مش فاهمه حاجه. تزعل وتحزن ان سمعة سيدة متوفية. يعني هي كاريرها السينمائي اظن عدد الافلام اللي مثلتها ما يجيش 15 فيلم او حاجه. او استنوا انا افتح على صفحه السينما كده، انا فاتحه اوريدي الصفحه قدامي. اميره امير بالظبط مثلت 13 فيلم، 13 فيلم بس، ما كانش كلهم ابطال بطوله، كانت في افلام منها كتيره بطوله جماعيه. على فكره اميره امير لو انتوا عايزين تفتكروها بفيلم معين احنا عارفينه المصريين على الاقل، لو انتوا فاكرين فيلم ليله الجمعه اللي كان، انا بحب الفيلم ده، هو كان اخراج كمال سليم. ليله الجمعه كان فيه انور وجدي وبشاره وكيم واسماعيل ياسين ومريم منيب وعبد الفتاح القصري، هو مسخره. وكانت في تحيه كاريوكا، طبعا تحيه كاريوكا كانت هي اللي واخده كل الاضواء. اميره امير كانت طالعه مرات انور وجدي. هيتهيألي اهو احنا تذكرنا اميره امير الله يرحمها. هي كانت على فكره جميله جدا في الشكل، هي بالفعل كان جمالها الجمال الغربي شويه، كانوا بيقولوا كده. هي دلوقتي ابتدى في ناس يشيروا صورها من هي الجمال الهوليودي، هي كانت بالفعل جميله. يعني تاني انا مش شايفه، انا مش فاهمه ايه الذنب اللي عملته اميره امير ان هي بعد موتها يتم التهجم عليها بالطريقه السافله ديت.
وعلى فكرة في فيديوهات تانية بيقولوا ان هي اصلا كانت بتتجوز كتير مش طب انتوا مالكم تتجوز كتير ولا ما تتجوزش كتير؟ هي اتجوزت كله على سنة الله ورسوله وخلاص يا جماعة. انتوا مالكم بتحكموا على الناس ليه؟ انتوا وصلتوا كمان ان انتوا بتحكموا على ناس ماتوا واحدة سيدة ماتت سنة 1968 في سن 48 سنة. يعني اتقوا الله شوية، يعني مش كده. على العموم انا هسيب لكم اللينك بتاع فيلم ليلة الجمعة بطولة انور وجدي وتحية كاريوكا وامير وعبد الفتاح الاسري الله يرحمهم. على فكرة هو تأليف بديع خيري، فهو كوميدي. يا رب يعجبكم، ويا رب تكون الحلقة دي كمان عجبتكم. على العموم أتمنى الحلقة دي تساعد في تفتيت الأكاذيب عن السيدة أميرة أمير أو سعدية أبو العلا عبد الرحمن الله يرحمها. أقدر أقول لكم هنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، والحلقة قادمة إن شاء الله. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة، مش عجبتكم الحلقة، أتمنى إن انتوا تشيروا الحلقة دي، عشان أنا نفسي إن الفتايين والهرايين بتوع اليوتيوب ينهدوا شوية. فيعني لو شيروها سواء بقى على تويتر، على اليوتيوب، او على whatever انتوا بتسمعوها، لان بجد يعني الست ما تستاهلش البهدله اللي اتبهدلتها على يد قناه ضيف الحب واخواتها. تاني، وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، والحلقة قادمة ان شاء الله، والى اللقاء، تصبحوا على خير.